السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فترة كنت نزلت فيديو عن مبادرة تخصيص الأراضي بالدولار في الأراضي في منطقة غرب المنيا التابعة لشركة الريف المصري. كان ليها بعض الشروط، وشركة الريف المصري يعني الحقيقة يعني في الأول قالوا كلام وبعدين رجعوا قالوا كلام تاني. احنا هنحفر الآبار، لا ده الناس هي اللي تحفر الآبار. احنا هنوصل الكهرباء، لا ده الكهرباء ده مشروع لسه مفيش مواعيد لتنفيذه. طيب احنا هندير الأرض للناس بمقابل 30% من الإنتاج. طيب يا جماعة هنعمل ازاي الإدارة دي؟ لا مفيش لائحة لسه والله. فكان يعني كانت فرصة عظيمة الحقيقة، فكرة إن هو 40 فدان فقط، لكن اكتشفنا إنه حضرتك هتبقى شريك مع 5 غيرك في البير والطاقة أو الكهرباء أيا كان يعني. لأنه كل 240 فدان ليهم بير واحد، فبالتالي ميزة إنه أنا واخد 40 فدان لوحدي ما بقتش تقريبا موجودة في وجود معلومات شبه مؤكدة أو مؤكدة يعني إنه ملوحة المية هناك فيها ملوحة مش أحسن حاجة يعني 2000 و3000 و4000 و6000 كمان جزء في المليون. وبالتالي يعني ما بقتش هي الفرصة الذهبية اللي نقدر نروح عليها. كان فيها ميزة عظيمة طبعا إنها قريبة من القاهرة أو قريبة من الأقاليم عامة أو الدلتا يعني، أقرب مثلا من الوادي الجديد، فرق 4 5 ساعات يعني مش حاجة قليلة. بعض الناس الأيام اللي فاتت يعني كانوا سألوني كذا كذا مرة كذا حد يعني هو ليه محافظة الوادي الجديد وقفت مبادرة الدولار؟ الحقيقة إن المحافظة ما وقفتش مبادرة الدولار، هي قامت بتعديلها. مبادرة الدولار لما بدأت من سنتين وشوية كده يعني، كانوا عاملين إيجار الفدان 85 دولار. بدأوا ب70 تقريبا، بس يعني عما الناس بدأت تقدم خلوها 85 دولار، وبعدين زودوها بعد كده ل100 دولار. لما كان التمليك في الوادي الجديد بالمصري في حدود 50 60 ألف، كان التمليك بالدولار في حدود 1000 أو 1200 دولار. القيمة الإيجارية بتاعة مبادرة الدولار في المحافظة الحقيقة فضلت تتزايد خلال السنتين وشوية اللي فاتوا، من 85 زي ما قلنا بقت 100، بقت 120، بقت 150، بقت 200، بقت 250. ومن حوالي 6 7 شهور في اجتماع مجلس صندوق المحافظة قرروا رقم 1 وقف تخصيص الأراضي بالجنيه المصري، سواء كان عن طريق المزادات أو حتى عن طريق التخصيص المباشر يعني. وإنه أي تخصيص للأراضي عن طريق محافظة الوادي الجديد هو فقط بالدولار، وخلوا إيجار الفدان 375 دولار للفدان. حضرتك كنت بتدفع 100% من الإيجار كتأمين، يعني 375 دولار زائد 50 دولار تبرعات للصحة والتعليم. تستلم أرضك، تاخد فترة سماح سنتين، بعد كده لو حضرتك زرعت 80% من الأرض يعني ممكن يتغاضوا شوية لغاية 75% من الأرض، بتقدم على التمليك اللي هو بقى دلوقتي 2400 دولار للفدان بتدفعهم على 4 أقساط. يعني في كلام انه ممكن تزود المده اللي هي ال4 سنين لكن بفائده البنك المركزي، وفي كلام يعني ما حدش نفذ الحقيقه. وفي كلام بيقول انه لا هم على 4 سنين ال 2300 او 2400 دولار على حسب المنطقه يعني. وبالتالي مبادره الدولار في محافظه الوادي الجديد موجوده، لكن بشروط جديده وتسعير جديد. فكره برضو المساحات الصغيره عليها برضو كلام، يعني هل هم بيوافقوا بالمساحات الصغيرة؟ لا، الغالب انه لا، بسبب مش عايز اقول تعنت وزارة الري، لانه انا شايف الصراحة انه فكرة ان وزارة الري مقننة عدد الابار دي مش حاجة غلط خالص، بالعكس. فوزارة الري ما بتقبلش ترخص لبير لمساحة اقل من 200 فدان دلوقتي، وبالتالي المحافظة غالبا بتخصص الاراضي سواء بالدولار او بالمزاد او اي شكل من الاشكال مش هيكون اقل من 200 فدان. طيب انا ما معيش اخد ال 200 فدان وما اقدرش اصرف على 200 فدان. ممكن حضرتك بمنتهى البساطه تكون مجموعه، يعني تشوف ناس مثلا كل واحد ياخد 50 فدان، ناس هتاخد 20 فدان يبقوا 10، 50 فدان يبقوا 4 افراد ياخدوا الارض مع بعض باسم شركه، ما بيبقاش فيها مشكله خالص. بعد ما حضرتك بتخلص بتفضوا الشركه او تسيبوها ان كان، لانكم هتفضلوا مشتركين في البير. المحافظة من كام شهر الحقيقة عملت مبادرة جديدة للتخصيص الأراضي بالدولار، وهي التمليك المباشر
بالدولار. يعني حضرتك بدل ما تاخد الارض ايجار بغرض التمليك، لا بتاخدها تمليك مباشر، وبتدفع برضو ال 2300 او 2400 دولار على 4 اقساط، بشرط انه مش هيسلم حضرتك العقد النهائي في نهايه مده التقسيط الا لما تكون حضرتك برضو زرعت 75% او 80% من المساحه اللي حضرتك استلمتها. فمبادرة الدولار موجودة بشروط مختلفة بتسعير مختلف. قد البعض يشوفوا ان هو تسعير غالي، لكن الحقيقة 2300 2400 دولار هو ما يوازي دلوقتي سعر التمليك في المحافظة بالجنيه المصري. تمليك النهاردة في الوادي الجديد من 120 ل 130 ألف جنيه، الفدان برضو على 4 سنين. فهو الفكرة ان حضرتك بس بتدفع بالدولار، وهو بيبقى ضامن ان فلوسه هتدخل بالدولار على مدار ال4 سنين. أرجو إن أنا أكون إن شاء الله المعلومة وصلت، ونشوفكم دايما على خير إن شاء الله. ربنا يوفق الجميع. شكرا جزيلا.